عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. في الفيديو ده بقى هقول لكم على كل اسرار المطاعم بتاعه الكشري، وهقول لكم ازاي تعملوا كشري احلى كمان من بتاع المطاعم، وهقول لكم على كل التريكات بتاعته وهيطلع طعمه تحفه. في الاول هنا كده انا معايا البصل. ممكن استخدموا الكميه اللي انتوا حابينها، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس اهم حاجه تقطعوا البصل جوليان، يعني يكون شرايح رفيعه زي دي كده. اهم حاجه يكون سمكه رفيع. طبعا يفضل يكون البصل الابيض، عشان خاطر البصل الابيض بيبقى ليه نكهه معينه كده احسن من البصل الاحمر، ولكن انا استخدمت من ده على ده لان انا ما كانش عندي ابيض كتير. تاني حاجه حطيت فيها معلقه كبيره من الدقيق، وبعدين حطيت معلقه كبيره من النشا، وحطيت عليها رشه ملح صغيره جدا، وبعد كده قلبتهم كويس جدا جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، وكده بقى البصل جاهز معايا. تمام. دي اول حاجة هنعملها البصل، لاننا هناخد الزيت بتاع البصل هنكمل بيه باقي الكشري بتاعنا كله. تاني حاجة هنا انا كان معايا الحمص، كنت نقعاه في مية من قبلها بحبة. والعدس كمان، العدس ابو جبة ده بننقعه في المية قبلها بحبة برضه عشان يستوي بسرعة. العدس ابو جبة انا بسلقه، بحط فيه معلقة صغيرة من الملح، عليها رشة كمون، وبس كده، مش بحط فيه اي حاجه. طبعا بنضاعف الكميه بتاعه ميه العدس لاننا بنحتاج الميه بتاعه العدس. وبنقلبه كويس كده بنفس الطريقه، وبعد كده بيكون جاهز معايا. طبعا انا رفعته على النار والحمص بيتسلق بس فقط بدون اي اضافات. اولا حطيت في طاسه سخنه، حطيت فيها زيت غزير، وحطيت اول لما الزيت سخن روحت حاطه فيها البصل عادي جدا، وبدأت بالاسباتيولا كده افرغ البصل. يعني لو في بصل لازق في بعضه ببدأ ان انا افرغه بعيد عن بعضه، يعني ما يبقى عشان ما يبقاش متلزق في بعضه. اول ما بيبدأ ياخد لون من الاطراف كده ببدأ ان انا اقلب فيه على طول، يعني اخر 10 دقايق او اخر 5 دقايق في تسوية البصل لازم أن يكون في استمرار في التقليب من بره لجوه عشان خاطر ما يتحرقش، واحدة تتحرق واحدة تبقى نية. واول ما بياخد معايا اللون الجميل ده ببدأ ان انا اطلعه بسرعة جدا، لانه لو طلعتيه ببطء يعني البواقي الاخيرة دي بتتحرق. وده كان شكل البصل في النهائي، كان حاجة كده يعني تحفة، بيقرمش لحد اخر حاجة. طبعا باخد الزيت بتاع البصل وبصفيه، وبستخدمه بقى في باقي حاجات الكشري. هنا بقى هبدأ ان انا اعمل المكرونة. طبعا المكرونة يا اما المكرونة اللي هي الخرط الصغيرة، وممكن معاها مكرونة الخرط كبيرة شوية. ما تستخدموش يا جماعة اللي بتبقى معوجة دي، ممكن تستخدموها يعني زي ما تحبوا، ولكن انا بفضل الثلاث انواع دول من المكرونة فقط. طبعا الاسباجيتي لازم تتكسر 3 مرات لان الكشري بيتاكل بالمعلقة مش بالشوكة. طبعا انا هنا كده العدس كان استوى فصفيته. انا بكتفي كده بالعدس، ولكن ممكن تشوحوه شوية على النار بدون اي اضافات، وبرده بيبقى معاكم ممتاز جدا. دي المية بتاعت سليق المكرونة، انا حطيت فيها نص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده بدأت ان انا انزل عليها بالمكرونة وقلبتها وغطيتها لحد ما تستوي، وبعد كده بنصفيها عادي وبنشوحها في معلقة زبدة. طبعا انا معايا هنا كوبايتين من الرز، عليهم كوباية من العدس الاصفر. وطبعا اهم حاجة في الرز ان يكون العدس الاصفر والشعرية تكون كتير. ومعايا هنا الزيت بتاع البصل، ومعايا كوبايتين من الشعرية، ومعايا المية بتاعة العدس. ودي اهم حاجة، المية بتاعة العدس بنصفيها، وبناخد بعد ما بنصفي العدس بناخد المية بتاعته. طبعا حطيت هنا معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل اللي احنا كنا استخدمناه في الاول، وبعد كده حطيت عليها مكعب من الزبدة، ونزلت عليهم الاول بالشعرية، وبعد كده قلبتها كويس جدا جدا لحد ما الشعرية خدت اللون الذهبي ده. وبعد كده حطيت عليها الرز بالعدس،
طبعا كنت غسلاه كويس ومنقياه وغسلاه ومصفياه من المية كويس جدا. بحط عليها معلقة كبيرة من الملح، وبعد كده بنزل عليها المية بتاعت العدس كلها. طبعا لو احتاج مية تاني ممكن نزودها شوية مية دافية من الكاتل مثلا او من الحنفية عادي. وبس كده كده الرز بتاعنا خلص. الرز سهل جدا، وده انجح طريقة للرز بتاع الكشري، هيطلع طعمه تحفة. طبعا هنا المكرونة انا بشوحها في معلقة زبدة بس عشان خاطر تبقى مفلفلة، عشان خاطر ما تعجنش وتمسك في بعضها، بس مش بعمل فيها اي حاجة تانية. تعالوا بقى اما نعمل مع بعض الصلصة. حطيت هنا معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل برضو اللي احنا كنا مستخدمينه في الاول، وبعد كده حطيت عليها 3 فصوص من الثوم، وبدأت ان انا اشوح الثوم لحد ما الثوم بيبدأ ياخد لون شوية كده، يعني حاجة بسيطة. بوطي النار، بهدي النار جدا، وبعد كده بحط عليها معلقتين من الخل وبقلبها كويس لحد ما بتاخد اللون ده، وبعد كده بحط عليها عصير الطماطم. عصير الطماطم هو طماطم مضروبة في الخلاط، ما فيهاش اي حاجة خالص غير نقطتين مية، يعني حبة مية صغيرين. وبعد كده بسيبها اول ما بتتسبك كده، بحط عليها معلقة صغيرة من الملح، وبحط عليها معلقة صغيرة من السكر عشان خاطر الحرقان والحموضة. وبعد كده بحط عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، وبحط عليها رشة من الكزبرة الناشفة. بعد كده بقلبها كويس جدا جدا جدا. بعد كده بنزل عليهم بشوية من المية، كوباية من المية، كوباية ولكن كوباية كبيرة شوية، يعني ما تزودوش المية قوي بحيث ان الصلصة ما تبقاش خفيفة قوي. وبعد كده بسيبها تقلب قلبتين على النار، وبعد كده بتكون الصلصة معانا جاهزة. تعالوا بقى اما نعمل الدقة بتاعة الكشري. انا حطيت هنا 3 فصوص من الثوم، 3 فصوص من الثوم ولكن كبار شوية. وبعد كده حطيت عليهم كوبايتين من المية ولكن كوبايتين مليانين شوية. وبعد كده حطيت عليه عصرة ليمونة كاملة، وحطيت عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون، وحطيت معلقتين كبار من الخل، وحطيت معلقة من صلصة الطماطم او معجون صلصة الطماطم او الطماطم البيوري اللي تحبوه، يعني اللي موجود المتوفر عندكم. بعد كده قلبتها كويس وحطيتها على نار عالية لحد ما بتغلي، بسيبها تغلي على النار لمدة 3 دقايق فقط، وبعد كده بطلعها وبتكون جاهزة معانا. هنا الرز انا بس حبيت اوريكم الرز كان مفلفل ازاي وشكله كان عامل ازاي، كان شكله رهيب وزي بتاع المحلات واحلى كمان. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. ما تنسوش ان احنا عاملين مسابقة لما نوصل ل5,000 مشترك، عايزين نوصل ل5,000 مشترك. طبعا مش هنوصل غير بفضلكم ودعمكم لينا. انا اسمي اميرة ودي قناتي للي ما يعرفنيش واللي اول مرة يشوفني. انا اسمي اميرة. وكده الكشري بتاعنا كان جاهز، جربوه وما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. كل واحد ياريت يعمل على الأقل 5 كومنتات في الكومنت، 5 كومنتات عشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس. أشوفكم فين وإمتى؟ أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله في قناتي. اكتبوا لنا يا جماعة رأيكم في الكومنتات، اكتبوا لنا كومنتات كتير كده، احنا عايزين نشوف كومنتات كتير. بحبكم، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.